تفاصيل تعرض الطفل لحادث بحديقة الزوراء يرويها مدير حديقة الزوراء. وطبعا وزارة الصحة العراقية أكدت أن الطفل بخير وبحالة مستقرة. حيدر، حضرتك مدير حديقة الحيوانات في متنزه الزوراء، شنو اللي صار بهذا المكان تحديدا؟ البارحة بتاريخ 20/3 الساعة 6:30 مساء كانت مجموعة شلون يسوون الزوار، 3 من المراهقين أو 4 عابرين هذا السياج الأمني، رغم وجود التحذيرات واللافتات اللي فيها التعليمات بعدم التجاوز، هم مخالفين التعليمات وعبروا هذا السياج. وإذا تلاحظ أكو مترتين مسافة عن السياج الأساسي للحيوانات. تمام. وظاهر رايحين متحرشين بالحيوان، تعرف هو حيوان مفترس وهذه غريزته يعني، فمتحارشين. ساحب واحد من عندهم والبقية تجمعت عليه. الحمد لله والشكر الكادر المناوب والحراسات انقذوا الموقف ونقلوه للمستشفى. كم حاجز امني موجود هسه؟ كم حاجز امني موجود؟ احنا حاجز امني واحد هو، لانه هذا الحاجز المفروض ما حد يتجاوزه، لانه الوراء يبقى الطريق مرحله الخطر الخدمي الكادر الموظفين، يعني الشغلات الخدميه للقاطع رعاة الحيوان، لكنهم تجاوزوا هاي. شلون عبروا؟ عبروا. انت شايف هسه انت شفت قدام عينك ذاك السياج الخارجي للحديقه 4 مترات وعبره، هم 3 اطفال وهسه ركض عليهم الحرس. تمام. 3 على نفسه من ذيك الجهه. يعني اكو حاجز امني فقط، اكو حاجز امني فقط اللي هو يفصل المواطن عن القفص الرئيسي. حاجز تريد تخلي اكثر من حاجز راح تمنع المشاهده. زين، فانت قالين هذا الحاجز فقط. هل كان بتصرف اندفاعي؟ انت ذكرت حضرتك ان هم شباب مراهقين. نعم. واحنا نعرف انه هو الحيوان مفترس النمر. احنا هاي كل مناسبه احنا ندز على فوج الطوارئ من امانه بغداد ويجون وما يلحقون. احنا هذا نعاني من عنده، ناس تدخل على البحيره، ناس تدخل على غير قواطع. هذا الشيء موجود. احنا مع الاسف. حضرتك موظف؟ حضرتك موظف؟ موظف حضرتك؟ هسه هذا هو صعوده صح؟ لا هذا خطأ. يصعد على هذا الحاجز الامني، هذا وحده من الاخطاء. نعم. طيب شلون تتعاملون ويا وحده من هاي الاخطاء اللي موجوده هسه؟ ممكن لو ما انت موجود والجهات الامنيه ممكن هم يعني تتكرر الحاله. الحراسات عندها تجوالات داخل الحديقه، ولكن تعرف بالاعياد زخم ويعني يا دوب يلحقون، بس الحمد لله والشكر هم لحقوا عليه قبل لا يسحبوه كله داخل.